يلا نعمل أكلة الأزمات. أكلة الأزمات دي عبارة عن إيه؟ رز محمر بالبسلة والجزر، ولا أسهل ولا أروع، وطالع مفلفل وزي القمر، وفرخة في الكيس الحراري. بصوا طالعة جميلة ازاي. أنا كنت عايزة أكسرها بس كنت ماسكة التليفون بالإيد التاني فمعرفتش أوريكم. طيب هنصلي على رسول الله ونسمي الله ونجيب فرخة. هنا فرخة أنا قطعتها 7 قطع، ما تسألونيش ليه، هي أنا قطعتها 7 هي طلعت معايا كده. الفرخة دي كانت كبيرة شوية، فأنا حبيت بقى أحطها في تتبيلة حلوة كده. كان عندي بصلتين كده ضربتهم في الكبة مع 3 طماطميات وقرن فلفل حامي، وهنحطهم على الفرخة. وبعد كده هقول لكم في بهارات تاني حلوة هنحطها عليها. انتي مش عايزة تحطي البصل والطماطم دول ما تحطهمش، وحطي البهارات بس انا حبيت ازود الفليفر شوية. بعد كده حطيت معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة بصل باودر مع سوري، معلقة توم باودر، معلقتين ملح، والملح طبعا حسب الرغبة. هنحط كمان معاها عصير ليمونتين، هنعصرها ونصفيها حلو، وبعدين ننزل على الفراخ بيها. هنسكت وخلاص على كده؟ لا، لسه في حاجات تاني، بس خليكي معايا. هنتبل بقى وندبلها كده، ونفضل ندلكها كده وندلعها عشان خاطر ايه، تشرب من التتبيله دي كويس جدا. ويا سلام لو تحطي كده بين الجلد واللحم بتاع الفراخ. تمام. وبعد كده هننزل بقى بايه، ببقيه التتبيله اللي هتخلي اللحمه بتاعتها طريه وتندر وجوسي وجميله جدا، وتحتفظ بطراوتها من جوه. ايه هي بقى؟ نص كوبايه لبن او حليب، وعليها كوبايه زبادي. تمام. بص حتى الزبادي ما كنتش قلبته كويس. هنا بقى انا قلت بقى كده كده هي هتقعد في التتبيله دي وهتتبل بيها، فعادي يعني ممكن تقلبيها الاول، ممكن تحطيها كده، هي مش تقول لا يعني. هي دي هتخلي انسجه اللحمه طريه، وكمان تخليها محتفظه بطراوتها جواها، ما تطلعش بره وتنشف منك زي الفراخ اللي بتعمليها في الفرن. وبعدين احنا هنسويها كمان في الكيس الحراري. هنسيبها حوالي 5 ساعات او على قد ما تقدري. يعني ممكن تتبليها اول ما تصحي، سيبيها 5 6 7 10 زي ما انت عايزه، بس ما تسيبيهاش من بالليل. ما بفضلش ان الفراخ تقعد في التلاجة في التتبيله كتير، يعني 24 ساعه كتير قوي. بعد كده هنجيب الكيس الحراري وندهنه بفرشه زيت او زبده زي ما انت عايزه، بس عشان حاجه تكون غير لاصقه، عشان لما تيجي تطلعيها من الكيس تبقى ايه، كويسه كده وسهله انها تطلع من الكيس. تمام. بعد كده يا ست الكل، انا كان عندي بطاطسيتين، عايزه بقى تزودي بقى وتحطي مثلا جزرايه، كوسيتين، زي ما انت عايزه. هي دي اضافه منك انت. شوفي انت بتحبي ايه وحطيه، مش عايزه خلاص تمام. انا بحط بطاطس لان الولاد عندي ما بيحبوش ياكلوا الرز بالبسله والجزر كده بس، لا بيحبوا يبقى عليها صوص كده ولا حاجه. تمام. بعد كده يا ستي، انا ما بحطش توم، بس التوم بيعلي الفليفر، ممكن تحطي توم لو انت عايزه. بعد كده قفلت الكيس كويس وربطته كويس وحطيته. ممكن تحطي كمان شوية مية، بس انا ما بحبش احط مية عشان انا مش عايزاها تبقى مهرية، انا عايزاها تبقى ماسكة نفسها. هنا دول نص كيلو رز، وده كيس بسلة على جزر مجمد. انا ما كانش عندي في الفريزر فاضطريت ان انا يعني اشتري وكده. لو عندك بقى للناس اللي بتخزن تمام. بس يا ستي، وبعدين هنجيب ملح وفلفل وبابريكا وبصل بودرة وتوم بودرة. هنا بقى هندخل الفراخ نحطها في الفرن. انا حطيت معاها الكبده والقوانص بتاعتها وكل حاجه. هنا نزلت بمعلقتين زيت عشان هعمل الرز، وهحط كمان معاهم، انا بحط الزيت الاول عشان الزبده ما تتحرقش، وهحط معاهم مكعبين زبده. تمام. وهنبدا نقلب لان الزبده لما بتتحرق بتبوظ الدنيا يعني. بس يا ستي، وهنزل بقى بالرز نصه بس، وتغسليه وتستني عليه شويه علشان يكون ناشف، ما يبقاش معاكي مبلول، لان انت لما بتيجي تحمري الرز وهو مبلول بيلزق في الحله وبيبهدل الدنيا وما بيتحمرش كويس، بياخد وقت طويل جدا. فالافضل ان انت تستني لما الرز تحسي ان هو نشف خالص، وتبداي بقى تنزلي بنصه وتحمري، وعلى قد ما تقدري بقى تبداي تقلبي لحد ما يتحمر. تمام. الرز اتحمر معاكي تمام، وحسيتي ان هو خلاص، هو هنا احمر بس الكاميرا ما كانتش جايباه كويس جدا. تمام. اتحمر منك كده وبقى لونه ذهبي، هتنزلي بقى بالنص التاني من الرز. تمام. انا ما بنقعش الرز اللي هحمره، انا ما بنقعش الرز المصري عموما، الرز المصري ما بيتنقعش. تمام. وبعد كده يا ستي هتنزلي بقى بالايه، بالطبق او ال 400 جرام بسله وجزر، وتقلبيهم كويس.
وبعدين هنا انا حطيت كمان ورقتين لوري عشان بيعلي التست شويه، بيخلي الطعم اعلى كمان. لو عايزه تحطي لومي حطي، مش عايزه تحطي قرفه، مش عايزه تحطي البهارات اللي انا حطيتها وتخليها كده تمام زي ما انت عايزه. دي كلها اذواق وعلى حسب انت ما تحبي ايه. بس انا بحس ان البهارات بتديها طعم حلو قوي. والاكله دي انا كنت هوديها عند حماتي فما صورتهاش، ما صورتهاش بعد ما غرفتها. بس كده. واتمنى بقى تسيبولي كومنت حلو ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير.